السيد الوزير قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. وعدتوا بتعليق وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، صدقتوا موقفين الأساتذة. واش ماشي العبث هذا؟ أليس فيكم رجل حكيم؟ واش هذه الحكومة ما عندهاش ولو عضو واحد اللي عنده الكبدة على هذه البلاد وعلى هذا الشعب؟ علاش هذه الحرب كامله على التعليم وعلى نساء ورجال التعليم؟ راه الاستاذ هو اللي قراك السيد الوزير ووصلك لهذا المنصب، ما فيها بس نذكروك، واللي المفروض يكون عنده اعلى اجر. واش بالاقتطاعات وبالتوقيفات التعسفيه غنكرموا الاستاذ؟ واش لهذه الدرجه املاءات البنك الدولي اهم من وليدات الشعب اللي ضايعين بلا قرايه؟ راه خصكم تجلسوا وتحاوروا مع التنسيقيات، لانه هما اللي عندهم الشرعيه وعندهم الكلمه اليوم في الشارع. بارك من هذا الاستهتار الحكومي، وبارك مخرق الدستور اللي وليتوا كتفصلوا فيه التقارير الحكوميه على مقاسكم وكيف بغيتوا. واليوم الحكومه راها مطالبه ومفروض عليها وملزومه بارجاع الاساتذه الموقوفين عن العمل وترجع لهم فلوسهم المنهوبه من جيوبهم، لان الاضراب حق دستوري وتا واحد ما يمكن له يصادر هذا الحق وتا واحد ما فوق القانون. الاساتذه حسوا بالظلم وحسوا بالحقره، ما فيها بس يطالبوا بالكرامه ديالهم وبحقوقهم.